إلا بديتي كتحيري شنو توجدي للفطور وتلفولك الافكار، كنصحك ديري واحد المتابعه للقناه والصفحه باش دائما توصلي بافكار الفطور ساهلين اقتصاديين واهم حاجه بنان. غنشارك معكم في هذا الفيديو هذا بريوات وسيجار غير من العجين بلا ورقه بلا والو بجوج حشوات مختلفين. غنوجدوا ايضا ميني بيتزا هكا واحد الكميه اللي قليله، وغادي نوجدوا ايضا واحد العصير ليمون عيش طبيعي 100% واكيد واحد الطويجين بالخضره. اول حاجه غادي نبداو بها على بركة الله في الفطور ديال اليوم العاشر هي العجين ديال البريوات والسيجار. غادي نحتاج واحد جوج كيسان ديال الفورس ولا فرينه، غير هاد النوع ديال الدقيق اللي قلت لكم فرينه ولا الفورس. اللي درتو القمح ما غاديش يصدق لكم فيه. درت واحد المعلقه ديال العسل ولا ديروها ديال سنيده وشويه ديال الملح. بالنسبه لهاد القياس ديال الطحين، جوج كيسان ديال الطحين غادي يهزوا ليا واحد الكاس ديال العنبه عامر بالماء، الماء ديال الروبيني بقى ليا منه هكا واحد المعلقه صغيره. غير جمعت هكا العجينه مزيان مزيان، ما دلكتهاش مزيان شي دليكنيت. جمعتها صافي، غادي نخليها في واحد البلاستيكه، غادي تكمل الدليك غير في ديك البلاستيكه ونخليها ترتاح تاخذ الوقت. غادي ناخذ واحد المقيله ندير فيها شويه ديال الزيت. عندي هنايا واحد جوج بصلات هكا شلطتهم غير في الهاشوار. صافي بالنسبه للبصله ممكن ديروا حتى البصله الخضريه، كتجي حتى هي بنينه وزوينه، ماشي ضروري ديروا غير هاد البصله. من بعد ما شحرت البصله غير واحد شويه ماشي بزاف، غادي نزيد عليها واحد 100 غرام ديال الكفته، ما كثيراش، المهم شويه ولا قل كاع من 100 غرام اللي كان موجود قديو به. ممكن ديروا حتى طريفات ديال الدجاج حتى هي تجي زوينه، ولا ديروا هكا كفته ديال اللدان حتى هي كتجي بنينه. من بعد غادي نبدا نشحر في ديك الكفته والبصيله مزيان مزيان، وانا كنحرك وكنحاول نفرتت هذيك الكفته مزيان تتولي كيف ما موضحه في الفيديو هكا كيتشحروا مزيان مزيان. غادي نزيدو هكا العطريه انا ما عزيزش عليا نكثرها صراحه الله، واللي بغى يكثر هكا يكثر. درت شويه الهريسه، شويه ديال الربيع، الكمون والبزار، ودرت شويه ديال صوص صويا. هادشي اللي درت. بالنسبه للبزار انا درت غير شويه حيت ديجا درت الهريسه كتكون حاره، اللي عنده الوليدات هكا يقلل من الحار. صافي وغادي نخلطها واحد جوج دقائق هكاك، دوك المكونات هكا تدخل فيهم ديك العطريه. صافي وكنزيد الفيرميسيل. هنا الفيرميسيل عندي انا نص مربع، ديك الفيرميسيل ديال الروز، ما ديروش هذيك اللي كتكون في ديك الغلاف الزرق. بالنسبه للفيرميسيل ما تكتروهاش باش ما تجيناش البريوات هكا عامرين غير بالفيرميسيل، تجي باينه هكا حتى الحشوه الاخرى. صافي درت الفرماج وغادي نخليه يذوب، غطيت على المقيله ونحيدها من فوق البوطه. بالنسبه للحشوه الثانيه غادي نديرو فيها لي زيبينار. انا درت هنايا نص قبيطه ديال لي زيبينار كانت عندي في فريغو. بالنسبه للكميه ديال لي زيبينار واخا نكثروها كتقلال كتولي غير شويه من بعد ما كطيب. درت فيها مليحه والبزار. هذه هي العطريه اللي غادي ندير، وغادي ندير واحد الفص اللي كيكون كبير ديال الثومه غادي نحكو. بالنسبه لهاد الحشوه البنات كتجي بنينه، جربوها يا اما هكا في صيغار، ولا جربوها حتى في المسمن هكا صغير معمر كيتجي خطيره زوينه بزاف. صافي كنبقى نشحر فيها نشحر فيها. ماشي واحد المده اللي كثيره، غير شي 5 دقائق هكا حتى كتبال هذاك لي زيبينار. صافي وكنحيدوها مباشره، غادي نحيدها من هذيك المقيله نديرها في واحد الجبانيه هكا باش تبرد. وصافي غادي من بعد ما غادي تبرد غادي نزيد عليها هكا الجبن. انا هنايا زدت الجبن اللي كيكون مسوس، اللي بغى يدير جبن مالح ينقص شويه من الملح، ولا ما يديرهاش كاع نهائيا مع لي زيبينار فاش تشحروهم. هنا من بعد ما خلطت المكونات كاملين عنده الحشوات جاهزين، غادي نخليهم على جنب. نرجعوا للعجينه ديالنا هنا من بعد ما ارتاحت راها كتولي زوينه بزاف وسهله في الخدمه. كنرش هكا بالزيت، كنعاون بالزيت وكنقطع. بالنسبه لهاد الكميه ديال العجينه اللي عندي غادي نقطع على 3، غتعطينا واحد الكميه اللي قليله. وانا اصلا كنتعمد انني نعطي المقادير هكا قلال، حيت كاين الاسر اللي فيهم هكا غير جوج الناس، المراه والراجل وليدات صغيورين، ميمكنش يديروا واحد الكميه ديال نص كيلو كثيره ديال الطحين. داكشي علاش كنحاول ندير مقادير اللي كيكونوا قلال. هنايا من بعد ما درت دوك 3 الكويرات هكا غنخليهم يرتاحوا المده اللي بغيتو. خاص تعرفوا ان قد ما كتخليو العجينه ترتاح قد ما كتجيكم ساهله في الخدمه. شوفوا من بعد ما كناخذ ديك الكويره من بعد ما كترتاح كتجي بحال لاستيك، كتجيكم ساهله في الخدمه. غادي نرش سطح العمل هكا ولا البوطاجي بالزيت وكنطلق غير بشويه وبالخاطر. الا كنتو عجنتو فرينه بشويه حيت تكون حساسه وكتكون رطبه بزاف دغيا كتقطع. خلاص الا عجنتو بالفورس راه كيكون ساهل البنات، ما تخافوا كاع. من بعد ما طلقت هذيك العجين رققتها مزيان مزيان ورقتها،
واحد شويه راس المعيرقه صغيور ديال الزبده، غادي ندهن كيف شفتوا كل جهه دهنت فيها شويه وصافي ما كثرتش. وغادي نطويو هذيك المربع ولا ديك الدائره ديال داك العجين بحال الطريقه ديال المسمن المربع، نفس الطريقه يعني ما كاينش مشكل. غير هي واحد الحاجه، ما ديروا لا فينو لا طحين لا حتى شي حاجه، غادي تخدموا غير بشويه الزبيده اللي درنا في الاول وبالزيت. هذه هي باش تخدموا. الا درتوا الطحين، طحين دوله الفينو، المهم اي طحين، ما كيخليش هاد البريوات ولا هاد السيجار يجيو مقرمشين، كيجيو لاوين. صافي هنايا من بعد ما ورقت هذوك 3 ديال الكويرات كاملين، غناخذ هذاك المربع ديال العجين الاول اللي طلقت، غادي نلقاه ارتاح وغادي نطلقو على شكل مستطيل غير بشويه وبالخاطر. الا بانت لكم العجينه ما مرتاحاش، خليو دوك المربعات حتى كيرتاحوا باش يعطيوكم الطوع. هنا من بعد ما طلقت هذاك المربع على شكل مستطيل هكا يكون مقاد، حاولوا تقادوه غير بالخاطر. قطعت هذاك المربع على 3 شرائط كيف كتشوفوا في الفيديو، وقسمت هذيك الحشوه. هاد الحشوه ديال الكفته والفيرميسيل البنات راه غادي نديروها لجوج كويرات، كويره وحده غادي نديرو فيها هكاك الحشوه ديال لي زيبينار، يعني ما غاديش تشيط لينا العجينه لا الحشوه، كلشي غيجينا لحد في القد. صافي من بعد ما درت الحشوه غادي نلوي هذيك العجين هكاك على شكل بريوات، كلشي كيعرف يلوي البريوات، غير هادو غادي يجيو بريوات كبار شويه تبارك الله، كيجيو زوينين. وحاولوا ديك الطويه ديال العجين كنحاولوا هكا نديروها من التحت، الجهه اللي كتكون لتحت في اللاطه، باش ما يجيش هكاك العيب، ونقادوها هكا كتجي مفينيه كتجي زوينه. نفس الطريقه غادي نطوي بها هكاك دوك المستطيلات اللي بقاو لينا. اسهل طريقه البنات هي هذه باش طويو هكا البريوات، راه كتجي ساهله ماهله. كيف قلت لكم داك الجهه اللي كتكون شايطه وداك القنيت يكون من التحت. صافي وكنقادو الجنيبات وكنكملوا هذيك العجين بنفس الطريقه. بالنسبه للعجين الثاني ديال لي زيبينار ولا داك المربع، هنا بالنسبه لي زيبينار غادي ندير ليه غير كويره وحده ولا مربع واحد، غادي نطلقها بنفس الطريقه هكا على شكل مستطيل، وغادي نقسمها هكا كيف الطريقه كيف كتشوفوا غتعطينا هكا 6 ديال المربعات. كيف شفتوا راه ديك الحشوه ديال لي زيبينا راه عندنا قليله، غير هي واحد الملاحظه البنات، انا راه كثرت الحشوه، راه خرجات ليا من هاد السيجار هادو. بالنسبه لهاد الحشوه ديال لي زيبينا غادي نديروها على شكل سيجار، انا راه كثرتها، حاولوا انكم تقلوها ديروها قليله شويه. صافي هنا غادي نشكلهم هكا كيف قلت لكم على شكل سيجار، ما نحتاجوش اننا نجمعوهم هكا من الجنيبات، غادي نطويهم بطريقه سهله وبسيطه، ما كاينش مسهل منهم. وغادي نكمل بنفس الطريقه. كيجيو البنات صدقوني خطيرين هاد الحشوه هادي، ديروها حتى في المسمن معمر كتجي بنينه بنينه بنينه. غير كيف قلت لكم الا درتو هكا الجبن مالح، ما ديروش هكا الملح في لي زيبينار ملي تكونوا تشحروهم. صافي هنايا درتهم انا في واحد اللاطه اللي فرشت ليها هكا الورق ديال الطبخ، وغادي ندهنهم غير بالزيت. انا دهنتهم غير بالزيت، دهنوهم بالزيت ولا بالزبده، ولكن من الاحسن غير الزيت. صافي ورشيتهم بشويه ديال الفرماج ودخلتهم الفران كيكون سخونه البنات قبل. عافيه اللي كتكون مجهده ما ديروش، العافيه اللي كتكون ناقصه غادي يلواو لكم ما يتقرمشوش. وكيف شفتوا انا كيف قلت لكم راه كثرت الحشوه في هذوك السيجار، راه خرجات منهم كاملين، ولكن ماشي مشكل. ما كتبقاش في الشكل، كتبقى في البنجه والبنان. هنا غادي نحل معكم واحد البريوه، شوفوا لي العجينه كتجي رقيقه والحشوه كتجي كثيره في الوسط، كيجيو البنات مقرمشين. تيقوني جربوهم بهذه الطريقه هذه راه كيجيو خطيرين. على ضمانتي خلاص ديال لي زيبين انا عجبوني كتر. ندوزو للطويجين. هنايا عندي طريف ديال الدجاج درتو بالريم، ما كتبغيش تاكل هكا اللحم، وعندي هكا الحيمات ديال المعزي، درت العطريه سكينجبير مليحه خرقوم البزار ودرت الزيت. هنايا غادي ندير الثومه. الطاجين راه دائما البنات كنشاركو معكم دائما دائما. انا شوف الطاجين كنديرو هكا مره في يومين ولا مره في 3 ايام، ضروري هكا مره كنديرو الطويجين هكا. ودائما نقولوا الطاجين غادي نقولوا غنديروا فوق الفاخر، ما كيعجبنيش انا في رمضان نهائيا واش كنديروا فوق البوطه. هنا صافي رجعت دزت واحد شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر ومعدنوس، وصافي هنايا غادي نشرمل ديك اللحيمه مزيان مزيان بديك العطريه. غادي نقطع فوقها واحد
البصيله هكا، وغادي ندير قطيره ديال الماء باش ما تحرقش ليا ديك العطريه. صافي من بعد ما تشحرات ديك اللحيمه مزيان مزيان، هنا غادي نستف فيها الخضره. انا راه ما نقولش لكم، راه دائما ولادي كيقولبوني، كنقول لهم واش تاكلوا الخضيره، كندير الخضره على حسابهم. كنبغي انا صراحه ندير غير طويجين هكا باللحيمه، بشويه ديال الزبيب، غير بالزيتون هكا وبصيله، وكيقولوا لي لا راه بغينا ناكلو، كندير الخضره بحسابهم، في التالي كيقولبوني. المهم درت الخضيره، درت فيها خيزو، بطاطا، الجلبانه. صافي درت شويه ديال المطيشه، درت مليحه. هنا راه مشعله الفاخر، صافي حطيت الطويجين ديالي فوق الفاخر يطيب على خاطر خاطرو. غادي ندوز مباشرة نوجد بيتزا. بالنسبة للبيتزا راه شاركت معكم البنات الطريقة كيفاش تحتفظوا بها في المجمد. انا كانت عندي في فريكو هكا، كتلقوا العجينة كتقطعوها هكا ميني بيتزات صغيورين، وهي عجينة كتاخدوا واحد البلاطو تفرجوا فيه بلاستيك وتستفوها فيه حتى كتجمد. من بعد ما كتجمد كتصافي كتجمعوها في واحد البلاستيكه. ملي كتجبدوها هي جامده كتحطوها في ورق الفران هذا، وهي جامده حتى كتطلق، كديروا فوق الحشوه هكا وكتدخلوها الطيب. انا كتعجبني ان العجينه ديال البيتزا طيب مع الحشوه، كتجي هكا سهله وبلا ما تبقاي تعجني كل مره. انا ولدي حتى لاخر لحظه قال لي ما بغيتش الطويجين، بغيت بيتزا. جبت لي ست البيتزا عمرتهم دغيا دغيا كيوجدوا. بالنسبه للعصير البنات، هنايا راه ضروري كنعصر انا العصير، ما كنبغيش هكا نطحن العصير بالماء. عندي واحد جوج كاكيات قشرتهم هكا. من بعد ما طحنت العصير كنطحن هكا نص الكميه ديال العصير ديال الليمون مع الكاكي، عاد كنزيد الكميه الثانيه، وكيجي هكا البنات منعش زوين وتي صحي بلا سكر وبنين. رجعت هنايا حطيت الكيكه ديال الحامض اللي كنت وجدت معكم البارح، اللي ما شافهاش يمشي يشوفها. وصافي هنايا الطويجين من بعد ما طاب حطيته فوق الطبيله. والحريره، بالنسبه للحريره راه كانت بقات عندي من البارح، ما كنديرهاش كل نهار. وصافي هنايا البريريد بقى لي الفاخر شاعل، خليت البريريد هكا عمرته بالزعفران، خليته على خاطر خاطر كيتشحر. غادي نفطروا غير بالعصير ان شاء الله، اسي غنخليوه حتى لمور الفطور. وصافي البنات هكا غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. ما تنساوناش بلايكاتكم. بسلامه.